بما ان كده ابو العيال كان مروق عليا فحبيت اروق عليه وعزمته في البيت على اكل مطاعم. عايزه اقول لكم الاكله دي شرفتني. احلى والذ سندوتشات على طريقتي. يعني انا متميزه كده في العيله بالسندوتشات، ولما بحب اعزم حد بعزمه على سندوتشات. النهارده كده هقولك على تكات معينه هتعمليها هتطلعي استاذه في سندوتشات السجق. يعني كده لو جوزك مدلعك دلعيه، لو مزعلك دلعيه برضه هيدلعك. او لو انت عندك كده ضيوف وحابه تعملي اكل سريع، ينفع غدا ينفع عشاء، هتعملي السندوتشات دي. بس اهم حاجه كده ما تنسنيش في لايك حلو كده زيك، وكمان كومنتات كتير. وعايزه كل اللي يجرب الوصفه ما ينساش يكتب لي في الكومنتات ايه رايكم. وشكرا على كل الناس الجديده اللي دعمتني، واتمنى كده ان احنا نبقى عيله كبيره. ويلا بينا كده ندخل على الوصفه. واول حاجه كده هنعملها، عندي طاسه سخنه جدا واهم حاجه تبقى سخنه. هنزل كده بالسجق من غير ما اضيف اي ماده دهنيه. انا عايزه ادي السجق صدمه علشان ما ينزلش ميته، يعني كده عشان يتشوح معايا وما ياخدش كمان معايا وقت. واول كده ما السجق بدا يتشوح معايا وياخد لون، هبدا اضيف الماده الدهنيه. واهم حاجه ما نكترش وبلاش نضيف سمنه خالص. هو الزيت بيبقى حلو جدا لان السجق بيبقى مليان دهون. فلو انت زودتي ماده دهنيه وكمان السجق نزل الدهون، عايزه اقول لكم كده هنتخن وما نعرفش نعمل ايه. بدات اشوح كده، واول ما السجق اخد لون نزلت بالبصل. طبعا زودي البصل زي ما انت عايزه، وطبعا لو حابه تضيفي خضار يعني بطاطس برضو الوصفه دي بتبقى تحفه. انا على ما اعتقد يعني عملت معاكم الوصفه دي بالبطاطس. هبدا اشوح كويس جدا. انا عايزه كده البصل ياخد لون ويتكرمل معايا، وكمان السجق ياخد لون حلو جدا علشان يبقى طعمه حلو. بعد ما كده ما اخد لون معايا هنزل بالفلفل. طبعا لو انت بتحبي الفلفل السبايسي ضيفي، عايزه تضيفي معلقه توم تخلي الدنيا معاكي حلوه ضيفي. بس بما ان جوزي كده ما بيحبش التوم فقلت خلاص هستغنى عن التوم. بس انا بحب اضيف معلقه حلوه كده، بخلي السجق ريحته حلوه وطعمه لذيذ. بعد كده ما الفلفل اتشوح معايا هنزل بملح وفلفل، ومش هضيف اي توابل تاني لان انا عندي سجق متبل ومتبهر وفيه كل توابله. فبالتالي محبتش ازود توابل تاني لان انا عايزه احس بطعم السجق. ممكن تضيفي طماطم لو انت حابه تضيفي، عايزه تضيفي هريسه شطه براحتك، عايزه تضيفي توم، اي حاجه عندك اختياري. بس انا بحب الاكل الخفيف جدا، وجوزي ما كانش حابب التوم ولا هريسه الشطه. تعالوا كده هنعمل عظمه. النهارده هنعمل سلطه بطاطس طعمها خطير يفتح النفس. يعني لو عندك حد في البيت نفسه مسدوده هياكل لحد ما يشبع. اول حاجه كده كان عندي بطاطستين كنت قلياهم. وطبعا لو انتي بتحبي البطاطس المسلوقه مش هتقولك لا. قليت البطاطس وما حمرتهمش. وبعدين كده جيت في طبق ضفت حوالي كده نص حزمه من الشبت، وعليهم معلقتين من الثوم وملح وفلفل. وكمان اهم حاجه في الوصفه دي الكمون والكزبره والليمون وكمان الخل. قلبت كل الخليط ده كويس جدا، وبدات كده اضيف على البطاطس وهقلبه كويس واسيبه لمده 5 دقايق علشان البطاطس تتشرب من الصوص اللي انا عاملاه. زي ما انتم شايفين السجق ما شاء الله. وعملت كمان سلطة البطاطس وقطعت طماطم وكمان قطعت كابوتشا. هبدأ كده احشي السندوتشات. ممكن تضيفي اي حاجة، لو بتحبي الصوصات ضيفي، لو بتحبي الكاتشب الطحينة زي ما انت عايزة ضيفي، دلعيهم وكمان هم هيدلعوكي. ضفت كده كابوتشا وكمان ضفت طماطم، وهبدا احشي السجق والبطاطس دي هي اللي فتحت نفسي على الاكل. وفي الاخر كده حبيت اروق عليهم فجبت من المخلل الليمون اللي كنت مخللاه. اتمنى كده ان الوصفه تعجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. واتمنى كل اللي يشوف الوصفه ما ينساش يكتب لي في الكومنتات ايه رايكم.